السلام عليكم. اليوم فيديو جديد إن شاء الله. فأول شي بدأنا ننظم هذا المنظم، لو تشوفوا ما أحلى، يجنن، للبقدونس، الكبزرة، للشبات، للنعناع، لكل شي قوي حلو. أخذته من فيبرا، بس الآن أعتقد ما عاد فيش في فيبرا، بتحصلوا إن شاء الله في شيء. الآن بدأت إيش اسمه أورق، إحنا نقول في صنعاء نورق، اللي هو ننظف البقدونس ونبعد الأوراق مش الأوراق، نبعد العيدان حقه على جنب. لا تنسوا اليوم معانا أحلى حاجة، بتعلقوا لي وتعملوا لايك، لأنه اليوم بسوي لكم زربيان، ألذ زربيان بتكلوا في حياتكم إن شاء الله. تابعوني للأخير وشوفوا الفيديو. أول شي بدأنا ننظف البقدونس. تحطوه هنا تحت في المنظمات، فاين من تحت اللي هو ورق المطبخ تحطوه من تحت، والبقدونس تحطوه كمان من تحت وفوق، بس الكزبرة لا، حطوه غربس من تحت، والنعناع نفس الشي من تحت، عشان البقدونس سبحان الله قوي ورقه فيتحمل الكتم، لكن الكزبرة أو الكبزرة ما يتحملش، والنعناع يشتي تهوية يعني، فحطوه بس من تحت الورق المطبخ هذا. وبعدين حطوها في الثلاجة، ها، مش في الفريزر. اعتقد انا صراحة حطوه في البراد، ما حطوش في الفريزر، لانه يمكن في الفريزر احسه بيتجمد. بس ما شاء الله يجلس شهر او 3 أسابيع، لو تشوفوا افتحوه كلهن خضر ما شاء الله، يجلس وقت طويل. حلو هذه الحافظة تجنن. شكلي عبيتها قوي، عشان كذا كل شوية تفتك. شوفوا محلاها، 4 طبقات تجي هي. كثرت شكلي، ايوه كثير كان البقدونس. وبعدين كملت ونظمت هذولا كمان، اللي وركت ايش اسمه كبزرة والنعناع. والآن نسوي الشتني، حطيت طماط وثوم وكبزرة وبسباس أخضر وخلطناهم مع بعض. بعدين حطيت له شوية كمون وملح. وهذا الأوراق اللي تغطي الصحون بها أخذتها من شيئين، عشان ريحة البسباس والثوم كذا ما تخرج في الثلاجة. وهنا البصل، شوفوا سر البصل المقرمش، ملعقة دقيق أبيض وملعقة نشا تفعلوا عشان يكون مقرمش. تخلطوهن مع بعض، بس في المشن هذا اللي هو في المصفى حلو، عشان لو في بقي دقيق ونشا ينزل لها تحت. وحطينا الطاوة فوق النار، وبعدين حطينا زيت مش كثير يعني، مش يغطي البصل، لا كذا يعني، تكون تحت شوية.
تحمروه كل البصل، بس انا حطيت ملعقة عشان اوريكم ايش تفعلوا. تحطوا الكمية دي كلها عادي بيتحمركم، قلبوا كل شوي، قلبوا لما يستوي كذا محمر لون ذهبي بني، فاهمك؟ عشان بنسوي نصه لخلطة الزربيان ونصه من فوق نزين بها الزربيان. وهنا بدأنا حطينا البصل هنا في الجهة الثانية وبدأنا نفعل الزربيان. أول شي تحطوا زيت، عادوا لو تحطوا الزيت حق البصل بيكون أحلى، بس أنا عادني كنت بنقلي الزيت البصل عفوا، فحطيت زيت عادي تاني يعني. وبعدين تحطوا بصلة مقطعة شرايح، وبعد ما تغسلوا الدجاج بالماء وخل وليمون وملح وتخلوا كده ربع ساعة. بعدين تحطوه، انا احب الدجاج ما احبش اللحم كثير، احب اللحم حنيد مشوي مقلي، ما احبوش كذا زربيان او قانونة او هذه الاشياء، احبه دائما مشوي مقلي حنيد كذا. عشان كذا تشوفوني اسوي سمك ودجاج دائما. وتكشنوه تحمروه، جلسوا تقلبوا لما يتحمر البصل مع الدجاج تحميرة حلوة يعني. ما تضيفوش ماء ابدا، هي اصلا خلطة الزبادي بتخرج لكم شوية ماء، هذا يكفي للدجاج البطاط يكفي، لانه في ناس اشوفهم يدحوا ماء كوبين 3، غلط هذا. عشان كذا يطلع كذا، شوفوا كيف طلع البصل يجنن ما شاء الله. بنسوي نص الخلطة. الآن حطيت بصلة كبيرة داخل الخلاطة، وحطيت ثومة كبيرة كاملة وبهارات مطحونة لأني هذه ما تطحنش كثير. حطيت بهارات اللي تحبوا، حطيت كمون كزبرة مطحونة، وحطيت كمان بسمه زبادي ونص البصل اللي حمرنا. تحطوا البهارات اللي تحبوا، ولو عندكم خلاطة تحطوا بهارات صحيحة. والآن بنسوي الرز. حطينا في البن هذه الطاسة أو القدر نصها ماء، وحطينا عليها زيت وهذه البهارات الصحيحة، ملح كمون قرفة قرنفل هيل ورق غار، ولو تشو تضيفوا حاجة من عندكم ضفتوا. وهنا بنحط البطاط بعد ما تحمر الدجاج والبصل، ونحط البهارات الصحيحة هيل وقرنفل وقرفة وملح وكمون. بعدين بحط كمان بهارات، وهذا البسباس الأخضر اختياري، اللي يحب حار يحط. الآن بنحط الرز بعد ما فار الماء غلي، يعني تشوفوا قدو مغلي ينغلي، تحطوا الرز 10 دقايق بس عشان يكون نص استواء، نص سلقة. وهنا حطيت بهارات، بس ايش ضفت للبهارات؟ كمون، حطيت فلفل اسود وشوية كاري وملح، وحطيت قليل صبغة. ليش؟ عشان تشوف الرز قدو جاهز. تصفوه من الماء ضروري، لا تخلوش بالماء يشرب الماء، فصفوا على طول. وحطيت الصبغة قليل حمرة. ليش؟ يطلع هذا اللون الجميل في البطاط والدجاج، شوفوا ما احلى اللون يجنن. بعدين حطيت الخلطة حق الزبادي، هذا اللي بيخرج الماء منه، ما عاد تضيفوش ماء خالص. اول شي خلوها على نار عالية لما تحركوها كذا شوية، بعدين وطوه قليل يطلع الزربيان يجنن على نار واطية هادئة كذا. الحين بنسكب الرز بعد ما صفيناه في المصفى. ضروري تصفوا وتخلوا بالماء بيشرب الماء كله ويخرب وخلاص. وبعدين بحط الفحم، وبحط ايش اسمه عليه لونين من الصبغة، ولو تضيفوا لون ثاني كمان ضفتوا. انا حطيت لون برتقالي حلو كذا، وحطيت لون احمر.
كذا خطين يعني وكذا، عشان ما يكونش الرز كله محمر واللون البرتقالي والأحمر كثير، لا، خط كذا وخط كذا أو دائرة زي ما تشتوا. بعدين حطيت ورقة البصلة عشان أحط زيت وأحط النار فيها الفحمة مشان أبخر الرز. خلاص بعدين تنقصوا على نار هادئة أو تخلوا براحته كذا ينجح، عشان الرز كمان ينجح لأنه نص استوى الآن. وهنا حطيت النار عشان سويتها هذه واحدة فحمة للزربيان، واحدة فحمة بخر بها البيت. وشوفوا الأكل بعد ما جهزنا وأكلنا ما شاء الله يجنن، بالعافية علينا وعليكم. اعملوه بتذوقوا أحلى زربيان في العالم في العالم. أحلى زربيان بتذوقوا الصدق، يعني طعم لذيذ ما شاء الله. والزحاوق قسمتها نصين وحطيت نص في الزبادي ونص بالزحاوق عادي أو الشتني. تقدروا تسووا كمان ايش اسمها هذيك، سلطة زبادي، يعني مبشورة خيار، تبرشوا خيار وقليل ثوم وزبادي وكمون وملح، يطلع حلو كمان. وهنا بخرنا البيت بعد ما كملنا، والآن بطلع البث واخرج اغير لي جو. شوفوا هذا الطقم اللي بوريكم الآن اخذته من شيء يجنن يجنن، ما أحلى مع الحمى كذا بارد قطن حلو يجنن. وخرجت اتمشى لي. المهم لا تنسونيش، لو تحبوا الكود حق الطقم هذا قولوا لي، بحط لكم في التعليقات ان شاء الله. ولا تنسوني من اللايك. شوفوا هذه التنورة تلتف على الجسم لفتين، ومن الأمام فيها لون جميل، والبلوزة حلوة ما شاء الله، وحتى تناسب المحجبات. المهم أشوفكم على خير، السلام عليكم.